السلام عليكم ورحمة الله. أهلا صحاباتي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ توحشناكم. واش نتوما توحشتونا ولا لا؟ كي دايرين؟ كي دايره اموركم؟ كي دوزتوا العواشر ديال العيد؟ نتمنى ان شاء الله نكونوا دوزناها كاملين بخير وعلى خير. واليوم هاد العشيه غندير معكم واحد الجالوزي بلا بات فيتي، تتجي رائعه رائعه وراني ديجا صايبتها معكم. بقات عندي واحد لاباط فيتي في الفريغو، قلت علاش لا نصاوب بها شي عماره زوينه ونصاوبها ونشاركها معكم ونديروا بها كاسكروت العشيه. كما تتشاهدوا انا دابا مسحت الطبله ديال العمل ديالي ونقيتها مزيان وجبت لاباط فيتي وسرحتها معكم كما غتشاهدوا. كانت عندي ديجا في الكونجيلاتور. انا تنوجدها ملي كنلقى الوقت المناسب وما تيكون عندي ما يدار، كنوض تنخدم وحده ولا جوج وكنطرفها في الفريغو حتى تنوقف عليها وكنوض كنخدمها بشي وقت اللي تجي الفرصه، تنكون عيانه ولا ما مستعداش ندير شي حاجه تلقاها هي موجوده. كيما كندير دابا نشارك معكم الملوي ديالي ومسيمنات وكل شيء كنديرهم في الكونجيلاتور، كنصايبهم وكنقادهم وكنديرهم في الكونجيلاتور. ان فوا تيجي عندي شي حد على غفله ولا تنكون معولاش على شي حد، كنجبدهم 10 دقائق تنكون موجده كل شيء كانني صايبته ومعايا العوين ديال الله سبحانه وتعالى اللي يدو بوحديتو راكم كتعرفوا. المهم ما نخرجوش على الموضوع. ها لاباط فيتي ديالنا كما كتشوفوا، هذه راه جبتها من الكونجيلاتور وخليتها عطيتها الوقت حتى طلقات، وهنا حطيتها فوق سطح العمل، قسمتها على جوج باش ما تغلبنيش، وغادي فرشت لها شويه تاع الطحين وغادي نسرحها معكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش تتسرح. عاده راحنا تنعرفوا كاملين كيفاش نسرحوا، كنوركوا عليها بالمدلك هكا خطوات، عاد تنطلقوها باش ما تجيناش متفوته في التسريحه ديالها. دابا باش تعرفوا الحاجه اللي كتكون مطلوق ديجا في مكونجوليا، راه ماشي بحال لاباط اللي كتصاوبوها جديده، يعني تتكون متلجه وكتطلق، راه تتكون فيها واحد اللمسه ديال الرخوه، وانتم غادي تحاولوا معاها بشويه بشويه باش ما تعوج لكمش وباش ما تخسرش. هنا سرحت الاولى وحطيتها في الطاوه، وهنا كنسرح الثانيه باش تعطيني نفس الشكل ديال الاولى. خصها تجي مفوته معها بنص سنتيم في الجوانب، نص سنتيم تجي مفوته مع الاخرى حيت غتجي فوق منها ان شاء الله. المهم كما تتشوفوا انا كنحاول نسرحها وناخذ العبار ديال التحتانيه على حساب الفوقانيه باش ناخذ عبار واحد ومقياس واحد وما نتعذبش معاها في اللاطه. وكما قلت لكم دائما تستعنوا بالطحين، حيت هي ملي كدي كونجولا ما كتبقاش في نفس هكا شاده في راسها مزيان مزيان بحال الاولى، بحال راكم صوبتوها من جديده. هنا الحشوه ديالي ما شاركتهاش معكم وانما راكم عارفينها وعندي في القناه ماشي مره ماشي جوج. درت البصله ودرت فلفله خضراء وحمراء، وممكن تقدروا ديروا نتوما اللي بغيتوا ماشي بالضروره. ودرت الزيتون مقطع وشويه ديال الربيع وعلبه ديال الثوم. هنا من بعد ما طابت لي الحشوه بالعطريه ديالها وبكل شيء، شحرتها مزيان سويتها بلديه ودرت لها العطريه وطابت على احسن ما يرام. خليتها ناشفه، ما خصهاش تبقى فازقه شويه ولا شي حاجه باش ما تقطعش لينا لاباط ديالنا. وهنا هذا الوجه الفوقاني تكيتو بهذا الشوكه هذه اللي كنديروها لاباط بيتزا. هي كان خصني ندير ديك اللي كتدير شروطه طوال. المهم هذه اللي عندي دابا لقيتها موجوده قدامي، هزيتها وسرحتها فوق سطح العمل وتقبتها كامله باش ما تنفخش ليا لاباط ديالي وتطرطق وتخسر. هنا كما كتشوفوا انا جبتها تقريبا على قدها، وغنحاول دوك الزوائد غنحاول ما امكن نحيدهم بالسكين. مني تكون كبيره بزاف عليها رانا غنحيدهم باش يجيو متقادين. كنعتذر على هاد الاصوات، هذه واحد البنيه مورانا كتغوت بلا قياس في الزنقه. المهم هادشي اللي كاين هنايا. درت الزبده عفوا البيض وطربته مزيان وجمعت به الحواشي ديال لاباط ديالي ديال الفطيره ديالي،
وجمعته وقديته شديته بالعاشق وسديته على هذا الشكل كما كتشوفوا. وهنا دهنته بداك الباقيه ديال البيض، دهنتها مزيان مزيان باش ملي طيب تعطينا ديك التقرميشه وتعطينا داك اللون زوين. وزوقتها بالبافو. نتوما عندكم الحق ديروا اللي بغيتو، بغيتو تخليوها غير هكاك خليوها، بغيتو ديروا جنجلان، بغيتو ديروا اللي بغيتو، يعني لكم حسن الاختيار. انسان ما يتكلفش بزاف، ملي تكون الحاجه غير هو ووليداتو يدير داكشي اللي قسم الله واللي موجود عنده في الدار. هنا رميتها كطيب بعد ما سخنت الفران ديالي على 200 درجه. مني دخلتها خليتها على 200 درجه حتى تنشوفها طلعات هكا. تبغي لاباط فيتي كتبغي تكون سخون الفران مزيان. مني كتطلع وكتبوق عاد تنقصوا الفران ل 160 170 درجه ويتكمل الطياب ديالها بشويه عليها. المهم هذه انا الطريقه ديالي اللي باش كنطيب، وكل والطريقه ديالو. الا كان شي ملاحظات نتمنى تقولوها ليا. هنا لاباط ديالي في الفران هانتوما تشوفوها كيفاش تنفخات وعطات داك تورقات كامله ولاو تيبانوا فيها الوريقات وتقرمشات وجات غزاله ما شهيتكم فيها. وهنا هانتوما تشوفوا انا هزيتها باش نوريكم من التحت ديالها كيفاش مورقه وجات طايبه من التحت مزيان مزيان مزيان. صراحه جات غزاله ما شبعوش منها وليداتي. وهكا كانت الطاوه ديالي جات مخيره. نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي ان شاء الله. وتعاودوا راني ديجا درتها معكم بالكفته ودرتها معكم في الامتحان ديال المعهد. غير هما درتهم على شكل طويل. انا درت هذه عائليه حيت غير انا ومالين الدار درتها عائليه، درتها طويله. وديك الساعات انا غادي نقطعها على الشكل اللي بغيت. عندك حسن الاختيار، تقطعيها مثلثات، تقطعيها مربعات، تقطعيها طويله كما عجبك غديري ليها. انا قطعتها على هذا الشكل هكا جات زوينه. اللي هادشي طريف ما تبقاش تقرمش ويطيح ليها داك التقرميش ديالها. عرفتو هي لاباط فيتي راه ما شاء الله تجي كلها كتفرتت بالتقرميش بالزبده اللي فيها. وسيرتو الا كانت شي زبده زوينه راه ما شاء الله تجي رائعه بزاف. ودابا هانتوما كما كتشوفوا انا غنقطعها لكم ان شاء الله وما شهيناكم. ونتمنى تعطوني شي راي زوين وكي جاتكم. واش واخا مشى رمضان راه باقي النسائم ديالو كدور معنا والصيام ديال شوال وباقي الحمد لله حنا باقيين كابرين معاه. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وخليت لكم الراحه والهنا والسلام عليكم ورحمه الله.